مساء الحب، مساء الأمل، مساء التفاؤل على كل مستمعي راديو همسة. ورجعنا وياكم بحلقة جديدة من برنامج بلا موعد. ضيفة الحلقة لهذا اليوم الإعلامية طيبة خليل، فأهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا بيك وبكل متابعين راديو همسة. أهلا وسهلا مرة أخرى. نبدأ حوارنا. ومن هي طيبة خليل؟ طيبة خليل إبراهيم هي صبية عراقية من بغداد، مواليد 1993، خريجة جامعة بغداد كلية الفنون الجميلة، وخريجة المعهد البريطاني للغات. أنت كإعلامية ناجحة ولك شهرة واسعة جدا محليا، كيف وصلت إلى كل هذا؟ وما هي الشروط الأساسية والمقومات التي يجب أن تتوفر في شخصية حتى تحقق النجاح والشهرة؟ بداية، النجاح أو الشهرة أو قبول الناس هذه نعمة وتوفيق من رب العالمين، هذا الشيء أساسي. لكن النجاح اللي تتحدث عنه اللي يخصني، أكيد أنا اليوم ما أشوف نفسي بيرفكت أو وصلت للنجاح اللي أنا أطمح له، لكن الحمد لله على كل حال. وسألتني عن المقومات اللي المفروض تتوفر بشخصية الناجحة. شكرا كونك تشوفني شخصية ناجحة، لكن كل مجال له مقوماته الخاصة. يعني مقومات النجاح مو ثابتة، تختلف حسب نوع العمل. هنالك سؤال يقول: طيبة خليل استغلت شهرة أباها للوصول إلى ما وصلت إليه الآن. طبعا الكثير من التعليقات والمسجات اللي توصلني حول استغلالي لشهرة والدي ببدايتي بهذا الطريق. ليش نسميه استغلال؟ هو مو استغلال، لكن كون والدي إنسان فنان مشهور معروف، هذا أكيد يضيف لي ويشرفني، لكن كلمة الاستغلال هي كلمة مو لطيفة. أنا فخورة بكوني بنت هذا الإنسان، أكيد وجود اسمه مع اسمي هذا يزيد لي ويضيف لي الكثير من الأشياء، فأنا فخورة بي ولست أستغله. متى نشاهد طيبة خليل في الدراما العراقية؟ طيبة خليل بعيدة كل البعد عن الدراما العراقية. الفكرة متحدثين بها حتى أني ووالدي، أنا رافضتها وبشدة. مجالي بعيد عن التمثيل كليا، أنا وجه إعلامي، أنا ممكن أنه أخوض تجربة تقديم الأخبار أو البرامج بصورة عامة، لكن الدراما لحد هذه اللحظة وأعتقد حتى بالمستقبل أبد الفكرة ما خاطرة ببالي، لحد الآن ما حابتها. نقدر نعتبر السوشيال ميديا صاحب الفضل الأول في شهرة طيبة خليل؟ بالتأكيد بالتأكيد الفضل الأول والأكبر للسوشيال ميديا. أنا ناس عرفتني، صار عندي متابعين، أغلب عملي عبر السوشيال ميديا، فأكيد ما ننكر فضل السوشيال ميديا بمعرفة الناس بطيبة وشهرة طيبة. أكيد. هنالك السؤال يقول: طيبة خليل قليلة الظهور إعلاميا. قلة ظهوري إعلاميا لأن سبب الأول والأساسي أنه أنا ما صار لي زمان طويل بهذا المجال. أنا خريجة أول عام، فما صار لي بهذا المجال سنة ونص أو سنتين، يعني نقدر نقول بعدني بأول الطريق. هل بدأت الانطلاقة الحقيقية لطيبة خليل في المجال الإعلامي أم لم تبدأ؟ انطلاقة طيبة خليل بالمجال الإعلامي بعدها بأول الطريق كلش. أنا لحد الآن كل تجربتي بالإعلام أو بالتقديم نشرة اقتصادية صغيرة أقدمها، بس إن شاء الله القادم أكبر، وخلوا مفاجأة، وأكيد يوم اللي راح ينطرح بشكل حصري لراديو همسة FM.
ناخذ فاصل أعزائي المستمعين، ومن بعدها راجعيكم. خليكم ويانا مع راديو همسة، كل ما هو جديد وممتع. ورجعنا وياكم من بعد الفاصل. دعينا ندخل قليلا في الأسئلة البسيطة التقليدية منها والغير تقليدية، ولك الحق في الإجابة أو لا. أجمل ذكرى في حياتك؟ أجمل ذكرى في حياتي، والله الحمد لله الذكريات الجميلة كثيرة. نذكر منها يوم اللي رجعت بيه للعراق، يوم تخرجي. كل حفلة تكريم الوالدي هي من الذكريات الجميلة، فالحمد لله الذكريات الحلوة كثيرة. ما هي نقطة ضعف طيبة خليل؟ بصراحة ما أحب أواجه نفسي بنقاط ضعفي حتى أقدر أتغلب عليها. ما أحب أن يكون عندي نقطة ضعف، فما أخليها ببالي حتى يكون عندي هاجس داخلي بأني شخصية قوية وراح ينعكس على تصرفاتي، فما مواجه نفسي بنقطة ضعف حقيقية. هل تقيمين نفسك بين الحين والآخر أم تتركين ذلك للآخرين؟ بالتأكيد بين الحين والآخر. أكو محاسبة لنفسي، أكو تقييم. أساساً أنا دائماً أحاول أن أقيم نفسي أو أقيم أي فعل أقوم به قبل أن أطرح على الآخرين. فالإنسان لازم أن يكون هو رقيب نفسه قبل أن ينتظر تقييم من الآخر. وضع سلبي تتمنى طيبة خليل زواله، والآخر إيجابي تتمناه للجميع. راح أرد على سؤالينك برد واحد، اللي هو الوضع السلبي اللي أتمنى زواله والوضع الإيجابي اللي أتمنى أن يعم. بالتأكيد أتمنى زوال هذه الغمة عن بلدي، هاي الأمنية الأولى والأخيرة والأكبر أكيد. من هو صاحب الفضل في نجاح طيبة خليل؟ أصحاب الفضل بنجاحي بالتأكيد توفيق من رب العالمين بالمرتبة الأولى، وأهلي أكيد، والدي ووالدتي لهم الفضل الكبير باللي أنا وصلت له وباللي أطمح بالوصول إلى. ما أنسى بالذكر كل أصدقائي وكل شخص تعاملت وياه وقدم لي مساعدة ولو بكلمة دعم إيجابية أكيد. خطوة تقومين بها دائما لتجديد حياتك؟ الإنسان يحتاج بين فترة وأخرى أن يقوم بخطوة للتغيير، كأن تكون سفرة، كأن تكون نزهة مع الأصدقاء، يوم بدون ضغوط عمل. هذا كفيل بتجديد طاقتك ويومك بأكمله. متى لا تملكين نفسك عند الغضب؟ سريعة الغضب وسريعة الهدوء والندم. فكل اللي يعرفون أنه أنا أستفز من أنفهم غلط وأستفز من يضيع حقي، فأحاول بشتى الطرق أن أصحح الفكرة. بس بنفس الوقت بعد هاي موجة الغضب أكو هدوء وأكو ندم وسريعة الاعتذار. أكيد ما أحب أحد يشيل بخاطره مني. أيهما أهون عليك، جرح الحبيب أم جرح الصديق أم الاثنين معا؟ جرح الحبيب وجرح الصديق الاثنين لهم تأثيرهم. أكيد الحبيب شخص غالي على قلبك والصديق شخص مميز في حياتك، فالجرح منهم مؤذي، فاثنينهم أكيد هم اللي يؤذون أكيد. أمنية تمنتها طيبة خليل ولم تتحقق، وأمنية تسعى إلى تحقيقها والأخرى تحققت. لا يوجد أمنية مستحيلة التحقق. بالعمل، بالمثابرة، بالسعي، بالصبر، كل شيء ممكن التحقق. أمنية أسعى لتحقيقها بالتأكيد مجال عملي أسعى لتطويره، أسعى لأن اسمي يكبر. أمنية حلمت بها وتحققت ممكن تكون دخولي بهذا المجال بصورة عامة. منذ تخرجي من جامعة بغداد كلية الفنون الجميلة بدأ هو هذا الحلم، أنه أني أستغل ما درسته أن يكون هو مجال عملي، فهذه الأمنية اللي تحققت الحمد لله. يوم مفضل لديك؟ يوم المفضل عندي هو اليوم اللي لا يخلو من صوت والدي وضحكة والدتي أكيد. ربي يحفظهم لك إن شاء الله.
أكيد أكو طموحات ومشاريع للمستقبل. الطموحات كثيرة والمشاريع أكثر، وإن شاء الله تكون قريبة للواقع أكثر من كونها أحلام وطموحات. ممكن أكيد هي على مجال عملي، ممكن التعاقد مع إحدى القنوات الفضائية العربية، ممكن تكون افتتاح المشروع الخاص بي اللي يحمل اسمي، ممكن أن أكون الوجه الإعلاني لفد براند عالمي، ليش لا؟ في نهاية اللقاء أحب أشكرك على سعة صدرك وأجوبتك الصريحة، وأحب أسمع كلمة أخيرة من طيبة خليل. هي أمنياتي بالتوفيق لحضرتك ولكل مستمعين راديو همسة، وإن شاء الله ما يكون هذا آخر لقاء. أتمنى أن يتجدد اللقاء السنة القادمة وإحنا نحمل أخبار أكبر والكثير من الطموحات والأحلام اللي حلمنا بها بهذا اللقاء على وعسى أن تكون محققة. شكرا لكم، شكرا لاستضافتكم اللطيفة. تحياتي طيبة خليل إبراهيم. شكرا لك مرة أخرى. إلى هنا أعزائي مستمعي راديو همسة نأتي إلى ختام حلقة اليوم. انتظرونا في حلقات قادمة وضيف آخر. نترككم الآن في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة.